السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتتغدي ايه النهاردة؟ ايه ده؟ انتوا خارجين تتغدوا برا؟ لا لا لا، تعالوا تعالوا هنتغدى في البيت. هنعمل كل اللي هتاكلوه برا ده وخارجين تاكلوه عند الناس اللي بالي بالك هنعمله في البيت، ومش هيكلفك ربع تمنه. هنعمل تشيكن ستريبس او كريسبي تشيكن، او زي ما بيقولوا فراخ مقرمشة، شرايح الفراخ المقرمشة. سميها زي ما تسميها، ما احنا ثابتين على موقفنا، مستمرين على مبدأنا، هناكل من مطبخنا. تعالي بسرعة هاتي الصدور اللي عندك في التلاجة، صدور فراخ مخلية، وتقطعيها معايا شرايح زي ما انت شايفاها كده، ما تكونش رفيعة قوي ولا سميكة قوي، سواء بقى كانت كيلو او كانت نص حسب اللي عندك، ونراعي كمان ان هي تكون نفس السمك. طيب بعد ما خلصنا كل الكمية والتقطيع، نيجي بقى لمرحلة التتبيل. دي اسهل طريقة للستريبس بصراحة، انا جربت طرق كتير قوي وتتبيلات كتير، بس بصراحة الطريقة دي كانت اسهل حاجة. مجرد تتبيل، ان احنا هنتبلها وبعدها خلاص كده شكرا. هنتبلها بايه بقى؟ هنحط علبة زبادي او كوباية لبن، سواء عندك ده او عندك ده، عشان يعمل طراوة في الأنسجة بتاعة الفراخ. وهنعصر عليها عصرة ليمونة كاملة، نصين ليمونة. هنحط كمان معاها التوابل بقى الحلوة اللي بتدينا التست بتاع الستريبس. هنحط توم باودر وبصل باودر، هنحط كمان بابريكا وملح وفلفل أساسي، تمام، معلقة صغيرة من كل نوع، لكن الملح بقى على حسب الكمية برضو بتاعتك. ونضيف معلقة صغيرة من بهارات مشكلة أو بهارات فراخ أو السبع بهارات، اي نوع من التلاتة دول هتاخدي منه معلقة صغيرة، مفيش مشكلة خالص. بعدها بقى بنخلطهم بس كويس كده، عشان التوابل دي ما تبقاش فيها تكتلات او حاجة، وتدوب كويس مع الزبادي او مع اللبن. بعدين بنحط معلقة خل، برضو الخل هنا بيخلي الأنسجة تبقى فيها طراوة اكتر. ونحط بقى الدقيق، انا حاطه هنا 4 معالق دقيق، ونحط عليهم المكون الاساسي اللي بيدي القرمشة، اللي هو معلقتين نشا. وبعدين بنخلطهم كويس. على فكرة الترتيب في الحاجات دي مفيش فيه اي مشكلة. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا، ما تنسيش بقى تعملي لايك للفيديو ولايك للستريبس، وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. وتعالي بقى نكمل المكونات بتاعتنا. كل الحاجات دي بتتربط بايه؟ ببيضة واحدة بس، ودي اختياري، بس هي بتعلي القيمة الغذائية، وبرضو بتزود الطعم بتاع الستريبس، بتخليه مقرمش اكتر. بعدها بقى بنخلطهم تاني كده مع بعض، بتلاقي ان الخليط حاسه ان هو عامل زي العجينه كده وتقيل. في الوقت ده بقى بنضيف المية بالتدريج، بنخلط بيها لحد ما تدينا قوام سائل نقدر ان احنا نتبل فيه الفراخ، ويبقى كده احنا خلصنا التتبيلة بتاعتنا. بس كده هو الستريبس عبارة عن التتبيلة دي، لو طلعت مظبوطة وحلوة وبطعمها المعروف، هيديكي احلى ستريبس ان شاء الله. نبدأ بقى ننزل فيه الستريبس قطعة قطعة كده، ونتأكد ان كلها متبلة من كل الجهات، يعني ما تحطوش مرة واحدة. الافضل انك تحطيها قطعة قطعة. وبرضو لازم يتشال في التتبيلة دي من 2 ل6 ساعات، وكل ما يتحط اكتر هيدي الطعم الاكتر، وكمان هتتشرب من التتبيلة وهيكون طعمه احلى ان شاء الله. وكل شوية برضو طول ما انتي حطاه في التلاجة، ياريت تقلبيه كده بالمعلقة، بحيث ان لو في جزء مش متغطي كويس بالتتبيلة بنحركه وبننزله في التتبيلة كويس. وانا كنت طماعة شوية، سبتها ليلة كاملة في التلاجة عشان اتأكد برضو ان هي تبقى جوسي من جوه، والقرمشة هي بس اللي من بره. تعالي بقى هنعملها ايه؟ ولا هنعمل بالدقيق ولا هنعمل بالكلام ده كله. هنجيب نوع بقسماط موجود عند اي عطار، اسمه بقسماط كريسبي خشن. وتجيبي الكريسبي اللي هو لونه اصفر، لان في برضو منه لونه ابيض فاتح، فمش هيديكي نفس اللون الذهبي اللي احنا بنلاقيه بره في المحلات. ده بيتباع كده عند العطار، وفي منه 3 درجات، في ناعم خالص وفي خشن قوي، بيبقى الحبيبات بتاعته كبيرة. وده وسط، انا جبت الوسط، يعني هتجيبي كريسبي وسط ويكون لونه اصفر. هنحط بس عليه ملح وفلفل، مش اكتر من كده. كده كده احنا حاطين كل التوابل بتاعتنا على الفراخ. هنقلب الملح والفلفل كده كويس، ونبدأ ناخد قطعة قطعة من الفراخ، ونغلفها كويس، او نتأكد ان هي متغلفة من كل الجهات. يعني نحركها كده كويس، وممكن تضغطي عليها بايديكي بحيث ان انت تتأكدي برضو ان البقسماط الكريسبي ده مسك في القطعة كويس من كل الجهات.
وكل ما نخلص قطعة نبدأ نرصها على صينية، ونتأكد برضو نخلي بالنا ان احنا ما نحطش القطع فوق بعضها، بنحط قطعة قطعة لوحدها. وبرضو تقدري تشتغلي فيه على طول بعد ما تغلفيه بالكريسبي بالبقسماط، وتقدري او تحطيه في الفريزر. انا هنا بصراحة قلت كفاية على الفريزر بقى، ورحت عاملاها على طول. في طريقة تانية بقى لاستعمال الكريسبي ده، ان انتي بتحطي شوية في شنطة بلاستيك، في كيس بلاستيك عادي خالص، وتبدأي تحطي بس كمية كبيرة. يعني ممكن انتي اصلا تتبلي الكريسبي دوت في الكيس نفسه بالملح والفلفل، ما تحطوش بقى في طبق، وتحطي فيه القطعة وتبدأي ترجيه كويس. ممكن تحطي كمان قطعتين 3 وترجيه، تقفليه كويس قوي قوي، وتحركيه كده جامد جامد كأنك بترجيه كده، بحيث هتلاقي القطعة اتغلفت كويس قوي. ممكن لو شايفة ان الطريقة دي اسهل ممكن تعمليها، وبرضو بعد ما بتطلعيها من الكيس بتتأكدي ان هي متغلفة من كل الجهات، وهي بتديكي برضو نفس النتيجة. لو دي اسهل اعمليها، لو اللي في الطبق اسهل تقدري تعمليها. بعد بقى ما خلصنا كل الكمية الفراخ اللي معانا، انا رصيتها هنا بقى شايفة على صينية، بأكد عليكي انك ما تحطيهمش فوق بعض. قلت بدل ما نقليهم في زيت، وبدل ما نعملهم في اير فراير، بشوية سبراي كده، زيت سبراي على كل قطعة، وحطيهم في فرن سخن على رف اوسط. خدت بالظبط 20 دقيقة، 17 ل20 دقيقة، مش اكتر من كده. ادتنا بقى الطبق الجميل اللي انتي شايفاه ده. لو جبناه من بره، شوفي بقى هتدفعي فيه قد ايه، وبرضو عاملاها بايدك نظيف، وضامنه الفراخ وضامنه الطعم. وكفايه ان هو ما كلفناش حاجه، وكلناه من انتاج مطبخنا. ومن جوه القطعه دايبه ومستويه فعلا، ومن بره مقرمشه قرمشه، مفيش بعد كده. تاكليه بقى بعيش، تاكليه بكاتشب، ممكن تعملي جنبيه رز ريزو، برضو كنا عملناه في القناه قبل كده. كده يبقى عملنا التشيكن ستريبس اللي بيعشقها الكبار والصغيرين بخطوه واحده. مجرد تبلنا، وعلى الكريسبي غلفنا، وفي الفرن حمرنا، وفي قناتنا اشتركنا. وما تنسيش تقولي رأيك في أحلى تشيكن كريسبي ستريبس، وألف هنا على قلبكم.